الرحيم. اخواني الكرام، عدنا لكم من جديد في الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم. طبعا فاضل ثروي الصبحي العلوي. طبعا أبو فيصل أحد أهم الإعلاميين اللي شاركوا في مزاين قبيلة حرب، وأحد أهم الإعلاميين اللي في قناة الواحة، تأسيس قناة الواحة، كان مدير قناة الواحة وتنقل بين القنوات الفضائية حتى قناة الأصايل، وله كثير من المشاركات والمحافل، وتشرفت في مقابلته بكثير من الأمور، وتشرفت بزيارته 3 مرات في ديوانه وفي استراحته في حفر الباطن. والرجل للأمانة من أهم المشجعين لإبراز الإعلام بشكل عام، وللأمانة إبراز الناس العاملة والفعالة من أبناء قبيلة حرب، أولا تجاه أوطانهم ومن ثم اتجاه سائر أبناء عمومتهم. فأبو فيصل أنا من الناس اللي قابلت منه النصائح، وقابلت منه الاستمرار والاستغلالية في الشخصية، وعدم التمركز في زاوية معينة، حتى لا أكون محسوب على شخصية أو شخصيات معينة. وطبعا أبو فيصل أحد الداعمين أيضا لنيوز حرب وعامة المنابر اللي تخدم قبيلة حرب. وفاضل ثروي الرجل تشرفت أنا معه بمرافقته مع طبعا الشيخ بندر بن عبد المحسن الفرم، ودخلنا على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولتنا، أمير دولة الكويت. وفاضل ثروي زرته في حفر الباطن مرارا وتكرارا، وواجهته هنا في الكويت كثير فأبو فيصل لو تحدثت عنه لليوم لغاية الآن، لما تكتب في جوجل فاضل ثروي أو تدخل منتديات حفر الباطن بمختلف مواقعها، وتدخل جميع المنابر في التواصل الاجتماعي لحفر الباطن خاصة، ستجد أبو فيصل زيارات عليه ومنه وله كثيرة، وأقام للأمانة كثير من المناسبات، واستضاف كثير من كرم الشيخ بندر الفرم بعد قضية خالد هزاع العلوي. والرجل عضو مجلس محافظة حفر الباطن. الرجل للأمانة استضاف كثير من الأمراء ومن الشخصيات ومن الشيوخ من داخل الكويت ومن أمراء السعود نفسهم، وهذا كله طبعا موثق لفاضل ثروي، ما هو كلامي، تستطيعون أن تشاهدون هذا الكلام. أيضا أبو فيصل وفاضل ثروي من الناس اللي لابد أن نحاول أن المنابر الإعلامية تسلط الضوء الإعلامي عليها. الرجل للأمانة من زاويته إذا قلنا الوسيعة أو القصيرة، فاضل ثروي أحد أهم الإعلاميين في قبيلة حرب، نختلف نتفق معه. أبو فيصل وضع له بصمة إعلامية واضحة، ومن لم يتحدث عن أبو فيصل يكون بخس حق نفسه وظلم نفسه قبل أن يظلم الإعلامي القدير فاضل ثروي، مدير قناة الأصايل وعضو مجلس حفر الباطن، عضو محافظة حفر الباطن. الرجل للأمانة له مساهمات مادية، والرجل ليس من بعض الذين يعلنون تبرعهم في مبالغ أخرى ما في مساهمة. الرجل يضع له بصمة طيبة وهم بالحفر للأمانة، في ناس ساهمت في حفر الباطن أعلنت مساهمتها وما سلمت مساهماتها كثيرة. ارجعوا لكثير من المحافل، وارجعوا في ناس تتبنى بعض الاحتفالات وتتبنى بعض الأماكن وتجيب الناس ولا تسوي شيء. ويا ليت تسألون فاضل ثروي يعطيكم اياهم بالاسم، لأن بعض الكشوفات عند أبو فيصل، وأبو فيصل أعلن للأمانة حربه المعلنة. وأنا للأمانة بالبداية ما كنت أصدق، لكن بعد ما تابعت الأمور لا صدقت وعرفت وفهمت وشفت. وللأمانة أبو فيصل نور لي جزئية من الحياة الإعلامية اللي أنا إن شاء الله مستمر فيها. فأبو فيصل من الذين يقولون ويفعلون. أبو فيصل من الذين خدموا قبيلة حرب للأمانة، عنده من الإخوان اللي لو جيت ديوانهم الكل يهلي ويرحب
من تدخل لين تطلع. وكل حديثي أنا اللي تكلمته عن الشخصيات اللي سبقت أبو فيصل فاضل الثلوي من الحلقة الأولى حتى اليوم الحلقة 12، واللي خصصنا كل حلقة 4 أجزاء، كلهم أنا واجهتهم، والمثل يقول كل يعد ما واجه، وأنا كل واحد واجهته إن شاء الله في خير، وقابلت منه مواقف للقبيلة وشاهدت بعيني يعني وجالسته، سأتحدث عنه نقلا عن ما شاهدت عيوني وعن مجالستي. والمثل يقول كل يعد ما واجه، وبرنامجنا يعتمد على هذا المثل كل يعد ما واجه. أبناء قبيلة حرب بحفر الباطن وبمكة المكرمة وفي المدينة وفي الرياض وفي الشرقية وفي الغربية وفي دولة الكويت، كثير اللي عملوا وانبخس حقهم إعلاميا، وكثير اللي ساهموا ماديا واجتماعيا ووجبهم وحاولوا من يعني بجهودهم يعني الفردية وباجتهاداتهم الشخصية أنهم يخدمون القبيلة. لكن تدرون كثير المتسلقين على يعني ما يقوم فيه الأفكار وغيره. فراح نتكلم للأمانة عن أكثر عدد واجهناه من هؤلاء الناس اللي عملت للقبيلة، اللي وقفت للقبيلة. طبعا أنا واجهت، لكن هم أكثر مما واجهت من اللي خدموا القبيلة كثيرون في الغربية وفي القصيم وفي الرياض وفي المدينة، في كل مكان هناك رجال من أبناء قبيلة حرب وضعوا بصمة يعني لحد الآن لم أتشرف في مواجهتهم والجلوس معاهم. وأنا برنامجي يعتمد على كل يعد ما واجه. فاضل الثلوي أبو فيصل نقول له بيض الله وجهك على كل الأعمال الإعلامية اللي قمت فيها، أول شيء لبلدك المملكة العربية السعودية ومن ثم لقبيلتك. بيض الله وجهك على كل النصائح اللي قدمتها لي كشخص. بيض الله وجهك على كل ما قمت فيه بتغطيات أحداث مهمة في قبيلة حرب، منها قضية خالد الزاع العلوي، ومنها قضية عوض الحويفي، وأيضا للأمانة نقلت حفل الشيخ محمد الفرم، ونقلت أيضا زواج الشيخ سعود محمد الفرم، وكثير من أمورك اللي لم تعلنها. لك مساهمة ولك بصمة طيبة، وشايفين أعمالك ومعجبين فيها، ونقول لك بيض الله وجهك أبو فيصل. انتظروني للأمانة غدا في حلقة جديدة في 4 شخصيات من دولة الكويت أتحدث عنهم بما رأت عيني منهم وبما واجهت منهم. وانتظروني بعد 10 دقائق في برنامجنا اليومي يا حرب يسولف مع نيوز حرب، لكن حديثنا نقول نيوز حرب وياكم. في أمان الله.